هاي حلوين، هنلف لفة كده في اسكندرية. واخداكم معايا كده الصبح. بصراحة الجو كان تحفة جدا. ودلوقتي بقى كنا بعد المغرب كده، فحبيت برضو ان انا اصور لكم واجيبها لكم كده في الاول. وكملوا معايا الفيديو للاخر، هتشوفوا حاجات تحفة بجد، هتشوفوا جمال اسكندرية في الشتاء. مع الهدوء يا جماعة، بقى ما فيش بقى الزحمة اللي كانت موجودة. جوها تحفة، كملوا معايا الفيديو للاخر هيعجبكم جدا. ما كنتش ناوية اصور الصراحة، بس لما نزلت كده ولقيت الجو حلو قوي. انا كنت متضايقة شوية وقلت اما انزل يعني اتمشى شوية. فلقيت الجو حلو جدا. كنت راكبة الباص ابو دورين، بس انا كنت مصورة لكم فيه قبل كده. ولكن بقى ما صورتلكوش الباص، انا صورت لكم البحر بقى مع السما، حاجة كده يا جماعة بجد. تهدي الاعصاب مع شوية موسيقى كده نسمعها، لو اي حد متضايق الفيديو ده هيهديه جدا، وكمان هيريح اعصابه. انا متأكدة ان انتوا هتنبسطوا. كمان للناس اللي هي بتحب اسكندرية وبتحب اسكندرية خاصة في الشتاء، كملوا الفيديو للآخر بجد هتنبسطوا وهيريحكوا. انا بصراحة بحب اقعد جدا في الكافيه اللي هو مورانو، اللي هو تحت كوبري ستانلي ده. بس طبعا ده كان اخر اليوم، وبعدين انا نزلت الصبح بقى، فحبيت ان انا اصور لكم كده الجو زي ما انتم شايفين. كنت خارجة بصراحة الصبح كده ولقيت الجو حلو جدا، فما ضيعتش الفرصة دي وقلت اكيد لازم اصور لكم. وتشوفوا الجو معايا وتشوفوا جمال اسكندرية في الشتاء مع الهدوء، بجد تحفة.
ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله.